اليوم الوصفة كب كيك وما في داعي احكي عنها، النتيجة قدام عيونكم. وهالوصفة رح اختصرها بكلمتين ولا اروع. بالبداية بيجات حطيت 3 بيضات بحرارة المطبخ، رح احط فوق منهم كوب من السكر. رح اخفق السكر مع البيض لحد ما يتضاعف حجم الخليط ويتغير لونه للون الابيض. هيدا القوام اللي انا وصلت له، اللي بدي اياه صار قوام جامد تغير لونه وتضاعف حجمه. هلا رح ضيف فوق منه نص كوب من الزيت النباتي، بس بدي نزله مثل الخيط تدريجيا حتى ينفخ عندي الكب كيك. مثلا هيك شوي شوي، مثل ما لما نعمل المايونيز او الثوم. اضرب فيها، ما بدنا نكتر. بعد ما خفقت الزيت كتير منيح رح نزل مقدار معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة. هلا هون كمان عندي نص كوب من الحليب السائل بحرارة المطبخ، بنزله شوي شوي وبخفق، بنزل شوي وبخفق. رح انخل 2 كوب ونص من الطحين فوق الخليط. بعد ما نخلت الكوب الاول رح احط فوق الكوب ونص الباقيين من الطحين ظرف من البيكنج باودر، وبنخلهم فوق بعض اكيد. وبخلط الطحين مع الخليط.